السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايبي؟ جيت اليوم وياكم بيوم رمضاني جديد وفطور جديد. اليوم راح أسوي وياكم طريقة عمل البامية. هاي تجي هيجي يعني مجمدة، يعني مو البامية العراقية مالتنا، تعرفون بعد هي حد الآن ما نازلة. وهاي هنا أنا خليت اللحم ديفور، وهنا بعد ما خلص مية نشف حمسته ويا الثوم وخليت البامية، وراح أضيف عليها مية طماطم مباشرة لأن هي كلش مايعة، ما يحتاج إنه أحمسها ويا اللحم. وأنا خليت عليها مية طماطة وأنتظر إلى حين تطلع يعني ريحة الطماطة. يلا خلي عليها المعجون. طبعا بنات طلعت كلش طيبة، بالبداية أنا ما مقتنعة بيها وقلت أكيد ما تطلع مثل البامية العراقية اللي نسويها. هاي هنا دا أسوي التمر العفو، خليته وعندي زاد يعني كمية كبيرة سويت اليوم فخليته بحافظة، قلت أستبعد منه يوم ثاني إن شاء الله. وهاي الكمية كلش كافية علينا بالفطور طبعا. بس شنو بنات، هنا أنا خليت المعجون، خليت الثوم وتركتها تستوي على مهلها. وهنا راح أسوي حلا بسيط، حلا الدقيق أو الطحين. هاي عندي حليب وهيل مطحون والدقيق والشكر، وهنا هذا الزبد اللي أحتاجه. راح أخلي الزبد مباشرة بالقدر وأضيف عليه الطحين أو الدقيق. طبعا هنا هاي تشلبت بالقوة، يلا نزلت الزبد هذا يعني مباشرة، بس إنه الطحين يمتص الزبد أضيف باقي المكونات، ما أنتظره إلى أن يعطيني لون وكذا، لا بس أخليه يمتص الزبد أقوم يعني أضيف بالمكونات الباقية. طبعا طلع يعني حلا كلش طيب بسيط ومواده سهلة ومتوفرة بكل بيت. هاي أنا خليته الطحين، وهنا أنا تكتل عندي ما قدرت أتخلص من التكتلات بالخاشوقة، فاستخدمت هذا الخلاط الكهربائي، وهنا صار عندي القوام كريمي يجنن وأي تكتلات ما ظلت بالحلاوة. خليت حالاتها طبيعية بنات، طلعت كلش حلوة وطيبة. ضبطوا هاي المقادير، صارت عندي كمية يعني كبيرة. هاي هنا كملتها وشوفوا القوام يجنن ويشهي. راح أخليه بمواعين التقديم. بنات لا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم القناة حتى أتحفز وأتشجع وأتقدم أنا وياكم وعائلتنا تكبر بإذن الله. وهيجي كملت الحلا خليتها بمواعين التقديم، وراح أروح أكمل باقي فطوري وأنتو وياي. هيجي المرقة كملت وصار الشكل ولا أروع، طعمها صار كلش طيب بنات، مثل البامية العراقية بالضبط صارت. وهنا تم يتهدر، والشوربة أيضا شي أساسي وكملتها وخليتها. وهنا حضرت كل الحبشكلات للفطور، اللبن والتمر والحلا، وخليت الثريد بالكاسات. وهنا فطرنا وألف الحمد لله والشكر. إن شاء الله الله يتقبل صيامنا وقيامنا منا ومنكم بحق الحبيب محمد. وهيجي كملت فطوري، ولهنا راح أنهي فيديو اليوم وياكم، وانتظروني فيديوهات جديدة. سهمنا وسهمكم ألف مليون عافية، في أمان الله.